آخر رحلة هيعملها الدجال في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قالوا: وما يوم الخلاص يا رسول الله؟ قال: يأتي الدجال طيبة أو المدينة، الدجال يجي المدينة فيصعد جبل أحد فيقول لأتباعه: انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. ده التارجت بتاعنا، عايزين نقضي على ده. ده اللي خرج الرجاله اللي غيرت العالم كله، ده بيئة الإيمان اللي محمد بن عبد الله خرج فيها قادة تغيير الكرة الأرضية من 1400 سنة. ده لازم يتقضى عليه. فيأتي ليدخل المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا مسلطا، حصر المدينة حصار رهيب رهيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات. يحصل 3 زلازل في المدينة ورا بعض. الدجال بيزعم انه ربنا وبيزعم انه يقدر يزلزل الارض، بس الدجال مش زلزلهاش فعلا، مش هو اللي عمل كده. امال مين اللي عمل كده؟ ربنا. قال لا يعني انا متحاصر يا رب وقاعد اتابع على شاشات الاعلام الاكتساحات المذهله للدجال في العالم كله، وان الارض كلها اصبحت تعلن ان هو ربها والهها، والعياذ بالله، ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. وقاعد بقول لا وانا ثابت على ديني، يقوم ربنا يرتب 3 زلازل في المدينه الدجال ملوش ايد فيهم اصلا. يعني هو يا رب انت بتفتني يا رب؟ لا مش ده اللي انت بتقوله لما بتبتلى؟ هو يا رب انت بتعمل فيها كده ليه؟ يا رب انا كده هتفتن. لا، انت كده بتتمحص. انت ربنا بيمتحنك بس امتحان رجاله شويه. انت فيك مرجله وفيك حاجه وحشه قوي، فربنا بيمحصك، يا تبقى راجل يا لا خير فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى منافق ولا منافقه ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. يا إلهي، شفت ربنا مرتبها ازاي؟ يقوم نص المدينة جارية حتى عرفنا انك ربنا، استغفر الله العظيم. كل المنافقين وكل الفسقة وكل الخبث بتاع الأمة كل يوم خارج. ما هو ربنا بيرتب اللحظات، لحظة المفاصلة، لحظة اما يبقى الصف المتدين طاهر بحق وحقيقي. انت اللي مأخر نصر الدين، انت التمييع بتاعك في الدين هو اللي مأخر النصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلمة في الحديث: فذلك يوم الخلاص. خلاص فين يا رسول الله؟ ده الدنيا ولعت والمدينة اتفرغت من الناس والناس راحت عبدته. لا لا لا، متهيألك لما المتدينين بقوا في المدينة صافيين وفي جبل الدخان في الشام صافيين، بس عند باب لد سيقتل المسيح ابن مريم الدجال، وسينتهي قصة الدجال ليبدأ عهد جديد ولتبدأ خلافة جديدة. يكون الداعي إلى الله لينشر الإسلام في الأرض والمسيح ابن مريم، ويكون خليفة المسلمين فيها هو المهدي. الأرض جاي عليها أحداث رهيبة لن يثبت فيها أنصاف الرجال. ده الدجال ده حتة من اللي هيحصل، ده اللي هيحصل كوارث. وحسب دينك وحسب إيمانك هيبقى نصيبك. دينك هو الموجة اللي انت هتركبها في الفتن المتلاطمة الرهيبة ده. انت محتاج تقرأ القرآن صح. هو الدجال كل الفتنة بتاعته دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لو عايز تنجو منها أول 10 آيات من سورة الكهف. 10 آيات أولهم ثناء الحمد لله، وآخرهم دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة. 10 آيات من سورة واحدة من سور القرآن يخلصوا أكبر فتنة مرت على وجه الأرض. القرآن ده انت محتاجه.